السلام عليكم. النهارده هكلمكم عن موقف نبيل لرجل نبيل. كنت ذكرت في فيديو سابق ان انا كنت شغال في شركة مصرية المانية لتكنولوجيا كهرباء السيارات. رئيس مجلس ادارة الشركة والمالك الابرز، يعني المساهم الابرز فيها، كان مصري الماني. باختصار كان ملاك بيمشي على الارض. في يوم الراجل ده وهو خارج من باب الشركة، وكان قبل الظهر، بعد ما خرج شاف حد كان واقف على البوابة غالبا بيسأل على حاجة ومشي. يعني شاب بيسأل على حاجة على البوابة ومشي. فالراجل وقف ونادى مسؤول الأمن اللي على البوابة وقال له: هو الشاب ده كان بيسأل على ايه؟ ولا كان عايز ايه؟ قال له: ده بيسأل على شغل. قال له: طب وانت مشيته بسرعة ليه؟ قال له: ما انا ما عنديش معلومة ان احنا طالبين يعني ناس تشتغل او كده. قال له: طب والمعلومة هتجيلك منين من غير ما تسأل في شؤون العاملين؟ بعد كده الراجل ده ادى تعليمات مستدامة في الامن ان اي حد يجي يسأل على شغل بتاع الامن ما يردش عليه، بس من نفسه يدخله الريسبشن، يقابل مسؤول شؤون العاملين، وشؤون العاملين يتواصل مع الإدارة العليا. ربما في اللحظة دي خدوا قرار باحتياج لوظيفة معينة، ويستضاف في الريسبشن ياخد الضيافة بتاعته. وقال لهم: الراجل ده لازم نساعده، حتى لو ما شغلناهوش نساعده انه يقعد ياخد نفسه، يشرب حاجة، يستريح شوية عشان يقدر يكمل مسيرة اللف. كفاية انه كان بيجتهد وبيلف يدور على شغل. طبعا الكلام ده كان يعني قبل زمن التواصل المنفتح ده، الكلام ده بقاله اكتر من 20 سنة الموقف ده. فده موقف ملائكي بالصراحة، ويحسب لهذا الرجل، وله مواقف كتير جدا 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 هنذكر بعضها لما تيجي مناسبتها.